عاجل وردنا منذ قليل هذا الخبر المفرح لجماهير ريال مدريد، تفاصيل إصابة ألابا. وما هو البديل؟ أعلن نادي مدريد الإسباني إصابة مدافعه النمساوي ديفيد ألابا في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك بعد أن تعرض لإصابة في مباراة فياريال. وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي: بعد الفحوصات التي أجريت للاعب ديفيد ألابا تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة. كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع قلب دفاع خلال الفترة المقبلة بعد إصابة ديفيد ألابا، وبحسب شبكة أتلاتيكي، فإن نادي مدريد سيدخل سوق الانتقال الشتوية للتعاقد مع قلب دفاعه ليحل محل ألابا، خاصة في ظل غياب إيدر ميليتاو. أيضا ريال مدريد يتخذ الخطوات النهائية لظهور أردا جولر الأول. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن التقارير الطبية الخاصة بأردا جولر، لاعب ريال مدريد، تشير إلى أنه قريب جدا من المستوى التنافسي. لقد تم نسيان الإصابة، والآن حان الوقت لاتخاذ الخطوات النهائية قبل ظهوره الأول مع الفريق الأبيض. ريال مدريد لأول مرة كانت الخطة أن يكون ظهوره في عام 2024، ولكن من الممكن أن يكون ذلك ممكنا قبل العام الجديد، بسبب التقدم الذي أحرزه صاحب 18 عاما في التعافي من الإصابة. لن يجرؤ على التلاعب بريال مدريد مجددا. أكدت عدة مصادر أن ريال مدريد قد اتخذ قرارا بتقديم عرض آخر للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابيه، نجم باريس سان جيرمان، في يناير المقبل، أي حين يدخل الستة أشهر الأخيرة في عقده مع الفريق الباريسي. وبحسب الصحفي توماس جونزاليس، فإنه في حال لم يوقع مبابي عقده مع ريال مدريد، أو تلاعب بالنادي الملكي مثل ما فعل في صيف 2022، فسيتجه النادي الأبيض فورا نحو التعاقد مع النرويجي هالاند. ريال مدريد لن يسمح بتكرار السيناريو السابق له مع إمبابي في صيف 2022، حيث تفاوض اللاعب الملكي وأكد رغبته بالقدوم لمدريد، وبعدها جدد عقده مع بيس جي. فهذه المرة لن يجرؤ الفرنسي على أن يفعلها، لأن البديل أمام النادي الأبيض متواجد ويحلم بارتداء قميص الملكي. كامافينكا سيعود لريال مدريد في هذا التوقيت. كان الفرنسي الدولي إدواردو كامافينكا لاعب ريال مدريد قد تعرض لإصابة بالرباط الجانب الخارجي لركبته اليمنى في فترة التوقف الدولي الماضية مع منتخب بلاده. وذكر تقرير صحيفة ماركة أن كامافينكا سيعود لتدريبات ريال مدريد مطلع شهر يناير 2024، ثم المباريات. بينما عملية ساعده فهي تسير بشكل جيد. أول المباراة لفينيسيوس بعد عودته من الإصابة، تعرض فينسوس جونيور لاعب ريال مدريد لإصابة مع منتخب بلادها البرازيل في فترة التوقف الدولي الماضية، وغاب الشهر الماضي والحالي. وحسب تقرير صحيفة أتلاتيكي، فإن فينسون جونيور قد يشارك في كأس السوبر الإسباني الذي سينطلق في 10 من يناير المقبل أمام أتلتيكو مدريد بالمملكة العربية السعودية. بعد أن يعود فينسوس جونيور من الإصابة أخيرا. شكرا على المشاهدة.